حسن مشرات معروف بالسيده، والإخوة الحاضرين هنايا من الصحافة، الأخ أحمد ممثل الجالية المقيمة بديار مرجان. وبسم الله نبداو بالسيدة. السلام عليكم إخوان. شكرا السي محمد بوقنطار رئيس جمعية نجوم شباب أفضل، السي عزيز الراضي أحد فاعلين الجمعوية مدينة المحمدية، السي أحمد أحد مغاربة مهاجرين ديار أوروبية، السي سعيد عسيلة الأخ ديال المرحوم حسن عسيلة، السي محمد بوقنطار كيفاش جات الفكرة ديال تنظيم هاد الذكرى ديال الوفاة ديال المرحوم عسيلة، واش غادي تواكبوا إن شاء الله هاد الأنشطة مع الجالية طوال السنين المقبلة؟ هاد المشاركة تبقى شراكة ما بين مستمرة ما بيننا وبين الجالية المقيمة ديال النجر، تبقى على طول، ما غتكونش فيها غير مشرات، غيكونوا فيها ناس اخرين غنكرموهم وغنزيدو مازال نديرو واحد الجهد باش نكرمو ناس اخرين ان شاء الله. هي بادرة زوينة ان شاء الله. الا كان الجمعية غتاخذ هاد التتبع ديال التكريمات وديال هاد المساعدات ديال اللاعبين القدامى ديال الشباب المحمديه، حبذا لك تديروا واحد لا كونفونسيون ما بين الجاليه المغربيه والمكتب ديال جمعيات قدماء شباب المحمديه. السؤال ديالي الاخ ديال السي احمد ديال المهاجرين مقيم بالديار اوروبيه، السي احمد الفكره ديالكم جات في محلها، كل عام اللي كتزوروا ارض الوطن الا وكتقوموا بواحد البادره طيبه، حبذا الا كانت هذه البادره ان شاء الله كل عطله صيفيه، واش كتبان لكم غادي ديروا استمراريه ان شاء الله في التكريمات ديال اللاعبين القدامى، سواء المتوفى سواء مساعده للاعبين سواء المرضى سواء المعيزين ان شاء الله؟ ان شاء الله هذا تكليف وتشريف في نفس الوقت. انا بعض الاخوان من المهاجرين ارتئينا ندير واحد الشراكه مع هذه الجمعيه الحديثه واللي ان شاء الله عندها مبادئ وعندها اهداف ساميه ونبيله، وحنا ان شاء الله اليد باليد غادي نكونوا قدوه ان شاء الله، وغادي نعطيو منتوج خالص، وغادي ان شاء الله نكرموا جميع من ساهم في هذه المدينه، سواء اللاعبين او سواء كاع اللي كان من الفاعلين في ازدهار هذه المدينه. ان شاء الله غادي نكونوا وراء الدعم ديالهم. كيفاش جاتكم ليدي ديال التكريم؟ ليدي كانت جات فردان، كنا حضرنا المقابله ديال كانت قامت في ملعب العاليه ديال تكريم سيده، وارتئينا ان هذاك التكريم كان بالنسبه لداك الشيء اللي عطاه السي حسن سيده الله يرحمه، كان صغير بزاف، وحتى هادشي اللي بدلوا حنا دابا اللي غير تطوع منا حتى هي صغيره في حق ما اسداه لهذه المدينه وما عطاه لهذه المدينه وللمغرب. واش غنقول لك، الله يرحمه الله يوسع عليه. السي عزيز الراضي، بما انتم احد الاطر بجماعه المحمديه، السؤال اللي كيطرح في المدينه بعد الوفاه ديال السي حسن عسيلة، واش ممكن ان شاء الله او الجهه اللي نقدروا نتقدموا بها بواحد الطلب لاطلاق اسم احد الشوارع او احد القاعات على اسم المرحوم؟ شكرا لكم الفكره.
قبل كل شيء كنتوجهوا نبارك لصاحب الجلاله السلطان العلي بالله هذا العيد الكبير ذكرى العرش المجيد وتلاحم الشعب بملكه، ونتمنى له نصرا كبيرا وصحة وطول العمر. لا يفوتني أن أشكر المنابر الإعلامية الحاضرة، منبر الباب، منبر سات تيفي وموندي بريس، كل باسمه. ولقد حاولنا الاتصال بجميع المواقع التواصلية أو الجرائد الإلكترونية على أساس تغطية هذا الحدث الكبير لهذه الأسطورة وهذا الهرم الذي لن يعيده زمن ما. حسن أسيلة أو حسن أمشراط ما يمكنش لي غندوي عليه، هو داوي على راسو. المغرب والعالم العربي وكذا الغربي كيعرف شكون حسن أسيلة. حسن أسيلة كرم في حياته، وهذه ماشي تكريمية، غير هذه ذكرى غادي نحاولوا اللي حاولنا نطلبوا من الأسرة ديالو على أساس توافق لنا باش تكون واحد صدقة جارية ليه. الفكرة اقترحت من عند الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي حنا قمنا بها مع بشراكة في الإطار التنظيمي. طرحنا الفكرة على رئيس مجلس الجماعة اللي الدور ديالو قالك ما يمكنش ديروها في شي تيران اخر الا في ملعب البشير. اذا الملعب الام ديال جميع الاهرام ديال الفرق الوطنيه ديال لاعبي الفرق الوطنيه المغربيه. كنشكروه من هذا المنبر، كما كنشكروا كل الناس اللي ساهموا معنا معنويا وليس ماديا، لان كما قلنا السي سعيد أسيلة الاخ المرحوم على اساس ان هذا التظاهره او هذا العرس الرياضي غيكون كصدقه جاريه، ما غيكونوش فيه كنطلبوا من عند هذا وهذا باش نقوموا باش نوضوا نصوبوا واحد الانشطه اللي رياضيه اللي ما غتكونش انها كنحاول استرزاقيه بهذه الكلمه. غادي يحضروا ليه واحد نخبه كبيره من الاسماء الوازنه ثقافيا ورياضيا وفنيا. كذلك غادي يكون فيها المنتخب الوطني ديال 1986، يكونوا فيها قدماء الشباب المحمديه. وعلاش ركزنا على هذه النقط بالذات؟ لانني كنطلب من هذا المنبر وهي نيت لحظه مزيانه باش نقول لهم جميع الجمعيات الرياضيات اللي كان ليس امرا وانما فضلا واعترافا بثقافه رجل اعطى حياته وكرسها في الميادين الكرويه. اذا كنتمنى من هذه الجمعيات الرياضيه اللي كيتوفروا على فئات عمريه كبيره من جميع الاعمار، كاين من الصغار الكبار، ما كرهناهمش. كل رئيس جمعيه يجيب هذوك الوليدات يحضروا. علاش؟ باش يعرفوا الشباب شكون هي، باش يعرفوا اللاعبين اللي دازوا الشباب المحمديه، باش يعرفوا لاعبين المنتخب الوطني، باش تكون عندهم تكريس ثقافه مغربيه رياضيه محمديه فضاليه حره. هذا من جهه. ونرجعوا عن السؤال ديالكم، هو ان اشاطرك الراي. ما كرهناش تكون الاسم ديال أسيلة على قاعة رياضية من القاعات الرياضيات. علاش لا؟ كيستاهلها وكيستاهل أكثر. يمكن للمجتمع المدني، لأن دابا المجتمع المدني ولا يشارك في الحياة السياسية، يمكن ليه يراسل رئاسة المجلس وكتعرض، وكذلك السيد العميل والناس ذوي الاختصاص. وعلاش لا؟ غتكون عندنا فخر كبير بأننا كنتوفروا على قاعة أو على مركب ثقافي أو رياضي سميتو أسيلة. وكذلك جميع اللاعبين في هذا الميدان. كاين واحد النقطة اللي بغيت نشير لها، هي ديال أن الناس إلا جاو بكثرة فهي ثقافة اعتراف بواحد السيد. إلا جاو راه ما غاديش يجيو على قبل الجمعية ولا على قبل الجالية. كاين اللي عندهم أفكار بزاف حقا، كما قال سي حبل بأن الجمعية هي حديثة العهد، ولكن كان عندها واحد البرنامج عمل مسطر من قبل عامين. لأننا ما بغيناش نمشيو باش نبداو نديرو دراري صغار غادي ندربوهم غادي نترينيو بهم. لا، بصفتي الكاتب العام ديال الجمعية خدينا واحد القرار ديالنا، اتفاقية ديال الجميع في المكتب ديال الجمعية، هو المكتب المسير. هو أننا غادي نحاولوا نربطوا شراكات
مع الجاليات في جميع انحاء العالم على اساس باش نديروا المحمديه الابطال ديالها في جميع الميادين، وخاصه كره القدم تكريميات اللي على قدنا وعلى قد الميزانيه اللي غادي تكون عندنا. ومنهم انا كنقولها من هذا المنبر اللي توافقوا على الاخوان، هو ان غتكون واحد التكريميه مستقبلا ديال بعض قادر ايتوبا وديال عبد القادر الخميري واللائحه طويله. شكرا. بقى السؤال ديال الاخ المرحوم سي سعيد اسيلا، التواجد ديالو معنا في هذه الندوه الصحفيه، هو كيف جاتك الفكره ديال الاخوان في التظاهرات ديال احياء هذه الذكرى؟ اولا السلام عليكم. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر الجمعيه ديال السي محمد بوقنطار، وكنبغي نشكر الجاليه اللي كتوجد خارج المغرب وممثلها السي احمد والاصدقاء ديالنا والاخوان ديالنا اللي على خارج الوطن على هذه الفكره. وكنشكر الاخ عزيز اللي هو الاخ ديالنا، وكنشكركم كاملين الصحافه اللي نتوما راه صحافه واخواننا واصدقائنا، وفيما الحمد لله كنبغيكم، راه الا كنلقاوكم في جنة كتكونوا ازرينا. الفكره كنبغي نقول لهم شكرا على هذه المبادره، وهذه مبادره اللي كتشكروا عليها، وهي مجرد الا بغيتي تقول ترحم على المرحوم في هذه المناسبه. فالناس بغاو يترحموا عليه وفي نفس الوقت يديروا هذاك الحفل ديال الرياضه. حنا الحمد لله رياضيين وكنحبوا الرياضه وكنحبوا جميع الناس. وكنبغي نشير لواحد النقطه اللي هي تقريبا جا لها عزيز في الاخر، هي ديال المرحومين ديال با عبد القادر الله يتوب الله يرحمه والسي عبد القادر الخميري. ونزيد نضيف عليه لان حتى هذه البلاد ما عطاتش ثاني غير هاد الناس وعطات الرياضيين، بالعكس كاين ميادين اخرى وكاين ميادين الفن، كاين يعني كاع ابطال. وكنتمنى من هذا المنبر ما يكونش مثلا غير محدوده عند السي محمد بوقنطار الجمعيه ديالو، كنبغي تكون حتى جمعيه اخرى، وكل مره يفكروا في تفكير ويديروا لواحد الانسان اللي على الاقل يعني حتى لما ما درنا ليه والو نديروا ليه غير مناسبه اننا نتفكروه ونترحموا عليه ونتذكروه. وهذه كنتمنى باش تبقى ديما، ومن واحد لواحد ومن جمعيه لجمعيه، باش هنا كتفكر الناس وكتذكر الناس، وفي نفس الوقت كتعطي حتى لواحد الفكره لهذا الجيل اللي جاي طالع، على انه حتى هو لا كبير واحد النهار ولا شي حاجه يستمر على نحو هذه الطريق اللي حنا غاديين فيها. وما يمكن لي نزيد اكثر من هذا الشيء. كنشكركم كلكم وكنشكر الجميع، وكنتمنى لكم التوفيق والصحه والهناء ان شاء الله في حياتكم. شكرا. السلام عليكم. انا زيداوي كمتتبع الشأن المحلي لديك المحمديه. تنشكر الاخ ديالي محمد بوقنطار اللي صراحه اللي دار جمعيه فضاله لكره القدم. السي بوقنطار هو لاعب شباب محمديه سابقا، عطى الشيء الكثير. بوقنطار محب للرياضه ولديك المحمديه، نتمنى ليه التوفيق في العمل الجمعوي. نشكروا الجاليه اللي دائما الصراحه واقفه مع المدينه ديالها، الجاليه اللي انا عشت معهم واحد المده كثيره، لان هما اللي وقفوا مع المدينه ديالهم في كورونا، هما اللي توقفوا مع اللعابه ديالهم. الصراحه الله يكثر ثمنهم والله يقبل منهم العمل. نتمنى لكم التوفيق. بغيت من الاخ عسيله واش المرحوم خدا حقه من المتاع ولا لا؟ السي خالد سبق ليا وتكلم في هذه اللي كانت الوفاه ديالو في ذاك النهار ديال الوفاه ديالو، وما تشكون في الاخوان اللي لقى لي نفس السؤال وجاوبته وقلت ليه حسن خويا خدا حقه واكثر من حقه بهذوك الناس وهذوك الناس اللي جات وحضرت ليه واللي ترحمت عليه. لان السي خالد الوقت اللي توفى خويا
ما بقاش عنده شي انصاف اخر من غير هذوك الناس اللي غادا تجي وغترحم عليه، لانه ديك الساعه ما بقى ما غيدي معاه والو، لانه دا معاه الكفن ديالو ودا معاه الفعل ديالو. لهذا دوك الناس اللي جاو حضروا هما احسن واغلى ثمن، وهذاك هو الانصاف اللي تنصف فيه خويا. وهذه هي الكلمه اللي قلت وباقي كنحاول نقولها، الانصاف اللي تنصف فيه خويا هو هذوك الناس اللي حضروا والناس اللي تبعوه والناس اللي مشاو معاه تدفنوا والناس اللي حضروا، والكلمه الطيبه اللي جميع الناس كتقولها فيه. هذا هو اغلى حاجه دا مع خويا. سي سعيد بحق الجمعيه والجاليه. بحق الجمعيه السي خالد هادو راه اخوان ديالي، راه ماشي لا السي بقنطار ولا السي عزيز ولا السي احمد، راه كيما قلت لك هادو كيتشكروا على هاد المبادره، وراه ماشي ساهل. راه بنادم الا بغى يدير شي حاجه راه خاصو يجرب، لان اجتهاد غير هاد المبادره راه كتطلب واحد الجهد، واحد الصبر، وواحد العقل، وواحد الرزانه، لان ماشي سهل، لان باش تجمع وباش تنظم وداك الشيء راه كتطلب بزاف ديال الحوايج. ومن هذا المنبر كنقول لهم كنشكركم بزاف، راه قلتها وماشي سهل انهم يديروا هذا الشيء، وكنتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم المزيد من هذا الشيء، والله يخليهم ديما يكونوا هكا. وهذه هي الكلمه اللي قلت، كنتمنى من جمعيات اخرين حتى هما يديروا نفس الشيء ويمشيو نفس الاتجاه، باش هكا يمكن نقلوا من عدد الناس اللي غادي نكرموهم. لان الا كان كل خطره يديروا واحد ويديروا جوج، ممكن اننا نتفكروا واحد العدد كبير من هاد الناس هادو، هاد الابطال ديال هاد البلاد اللي عطاو لهاد البلاد. وكنشكر الجميع. قبل الكلمه الاختتاميه اللي غادي نخليوها للناس ديال الجمعيه والجاليه، كنطلبوا من الجمهور الرياضي ديال مدينه المحمديه والمحبين ديال فريق شباب المحمديه والمحبين ديال المرحوم حسن عسيله باش يحجوا بكثره يوم الاعتراف، يوم مباراه يوم 10 غوش اللي كيشكل واحد اليوم وطني ديال المهاجر. وغادي يكون ان شاء الله واحد اللقاء اللي غادي يحضروا فيه اهرامات ديال كره القدم الوطنيه، وكان المرحوم كيشكل الى جانب سي احمد فراس الله يشافيه ويطول عمره واحد ثنائي اللي لن يكررهم الزمن. تفضلوا الكلمه للسي محمد ولا السي عبد العزيز ختاميا ان شاء الله، وشكرا. اولا كنشكروا سعيد عسيله الحضور ديالو. سعيد عسيله واحد السيد طيب خلوق مميز فم البحر كما كنقولوا. كنشكروه بعدا وكنشكرهم بزاف العائله ديال عسيله اللي عطاونا هذا الشرف الكبير اللي باش نديروا هذه الذكرى الاولى واللي تكون نصيب الجمعيه. كما كنشكروا الجاليه المغربيه اللي حتى هي كذلك احظتنا بهذا الشرف، انه وسام رياضي بالدرجه الاولى اللي كنطلب من الجمهور المغربي، الجمهور الفضالي، اي واحد كيعرف حسن عسيله وكيعرف عائله عسيله يجي، والحضور ديالو راه في حد ذاته غادي يخلي هاد الناس يفرحوا، وغادي يخلي هذاك السيد في قبره يقول راه كاين ورايا ناس بقاو كيتذكروني. وختاما كنطلب من جميع الجمعيات ديال المحمديه يازرونا ويساهموا معنا في هذا الحفل، لانه ماشي دارتو غير الجمعيه ديالنا، دارتو جمعيه فضاله كما كنقول فضاله كنقول كلشي حاجه اخرى. وهي كنتمنى يكونوا جمعيات بحال هكذا يكونوا خاصه كيكرموا مجالات اخرين. الا كرمنا حنا الرياضه يكرموا هما المسرح، يكرموا الملاكمه، يكرموا رياضه حمل الاثقال، يكرموا جميع الرياضات هنا باش نرجعوا الا بغينا نرجعوا الثقافه الرياضيه عندنا وثقافه الاعتراف. ولما لا ما نكرموش الناس في قيد الحياه ديالهم. وشكرا، وكنشكركم جزيلا طاقم الجرائد الالكترونيه، واللي ما جاش كنلتمسوا ليه العذر، ولكن كنتمناو منه يدير لنا واحد المباشر ولا كما كنقولوا واحد ديديكاس يديروا لنا، ونحن معترفين بالجميل ديالو. وشكرا. التاريخ والمكان؟ التاريخ هو نهار 10 في شهر 8 على الساعه 6 بملعب البشير. غتكون المقابله بملعب البشير رسمي داخل ان شاء الله. بالنسبه البرنامج هو انه من 6 ل 9 غيكون برنامج غتكون فيه كما دائما في البروتوكول المعتاد. اولا النشيد الوطني، قراءه بينات من الذكر الحكيم، شهادات في حق المرحوم،
زائد اننا سنستعرض واحد المشوار او واحد الفيلم قصير ديال المرحوم. ثانيا هناك بعض تكريم او واحد الشواهد لبعض الناس اللي الحمد لله اللي عطاو واللي كبرنا معاهم، ولو اننا ما عاصرناهمش فرغنا فيهم، ولكن كيبقاو الاسماء ديالهم في سجل الذهبي ديال مدينه فضاله. ثم مقابله ما بين المنتخب الوطني اللي غيكونوا فيه الاسماء بارزه، غيكون حضور كذلك اسم محمد التيمومي، غيكون بزاف ما يمكنش نقول، ولكن غير كاين المفاجآت غير هي غادي ترجع لنا واحد البسمه، هو اننا غادي نعيطوا على الناس اللي كانوا داخل في شباب المحمديه من القدام، اللي غيكون منهم الدكتور بوغوس وكذلك الدكتور مصطفى، على اساس ان دوك اللاعبين راهم زعما باقيين عندهم القدرات باش نحاولوا نحيوا الجهود ونحاول نحيوا ديك الثقافه الرياضيه ديال ولاد فضاله. ما كرهتكمش تجيو وشكرا بزاف.